ديلي دوز الدوز بتاع القهوه ديلي فكل يوم. كرياتيفيتي في الاسم يا باشا. بتحب القهوه قوي لدرجه ان هي بتجيب ميزان وتوزن القهوه كل يوم الصبح طبعا. اصلا. بس هو سامي كيف قهوه قوي قوي يعني، وانتوا خدتوا كافيه يونس على الجونه، لانها فكره غريبه بس لذيذه. كنتوا منفردين انتوا لوحدكم. ابراهيم برضو ككوست افيشنت اعلى مني كتير. هتقول لي هتبتدي في الجونه بوزيشننج لذيذ. we explored الماركت بشكل مختلف. احنا we wanted to create something different. فكرتوا في ايه مختلف وانت نازل وسط بقى في ناس اوريدي بقى لها سنتين وثلاثه واربعه؟ فكرت في نفسي قبل ما افكر في غيري. سلوجان اسمه الفين اللي عارفينه. مطلعين عينه يعني، بقالنا فيها لوحدها عشان نطلع اللقمه مش اقل من 6 شهور يعني. مساء الخير، انا صبحي مراد وداري توكس، والتوكس بتاعت النهارده هتبقى خاصه ببراند كوفي هاوس من احسن الكوفي هاوسز الموجوده في مصر. دلوقتي معانا الفاوندر والكو فاوندر بتوع ديلي دوز، براند جاي من الجونه للقاهره عشان يقدم لنا كونسبت قهوه من احسن كونسبتس الموجوده في مصر دلوقتي. اهلا بيكم. اهلا بيك. منورين. شكرا. ممكن تعرفونا كده بنفسكم بريفلي كده، مين بدأ الأول، مين بيعمل إيه؟ احنا بدأنا يعني القهوة في المطلق كانت من كذا سنة. هي كانت الأول زي هواية، يعني قلبت بعد كده البيزنس. يعني الأول كنت بحب أدوق قهوة من حتت مختلفة بره مصر، then بدأت أذاكر القهوة في المطلق وأشوف هي بتيجي منين. في ناس بتحب القهوة قوي لدرجة إن هي بتجيب ميزان وتوزن القهوة. كل يوم الصبح طبعا. أصلا تل ناو يعني عندك باشن بالموضوع يعني. بس الكوفي. لما قلبت بيزنس الموضوع بيختلف، لان برضو زي الاول كنت بذاكر القهوه اكتر بكتير. دلوقتي التشالنجز بتاعتي بقت بيزنس اكتر، بقت اكسبانشن بلان، بقت ازاي تجيب احسن برودكت موجود، غير لما بتشرب انت، غير لما تيجي تقدم سيرفيس او برودكت لحد. ده ديفرنت اندستري. وكان اول اف ام بي بروجكت ان احنا نبداه يعني انا وابراهيم، فالموضوع كان فيري تشالنجينج في الاول الصراحه. طب وابراهيم ليه بقى؟ يا باشا قلنا كده بدأ الموضوع معاك ازاي؟ يعني انتوا بدأتوا اصحاب اصلا؟ ما هو سامي صديقي. تعرفوا بعض من زمان؟ قوي. كان بيجي لي المكتب في التجمع، عندنا شركه بتاعت سبورتس ايفنت اسمها كايرو رانرز، فكان يجي لي يقعد معايا بنجري. فكان يجي يقعد معايا يقول لي ايه، ما تيجي نعمل حاجه تانية، نفكر في حاجه. اقول له يلا نقعد بقى. طلعنا فكره مثلا 20 مشروع، ويجي لي وانا اروح له واروح اقعد عنده في البيت وهو يجي لي. وبعدين بقى جت الكورونا فالايفنتس هديت شويه، وهو برده كان بيشوف عايز يعمل ايه في حياته وكده. فكان هو بيجيب كونسبت قهوه كده من بلجيكا، ما تفهمش. يجيب البن. لا مش البن، كان الاول قبل ما نبدا دي دوز كنا هنجيب فرانشايز تاني، كونسبت يعني حاجه ويل ديفلوبد يعني، براند زي ما هو يعني. زي ما هو. فبسام جه قال لي احنا هجيب الفرانشايز ده من بلجيكا. قلت له ربنا معاك. لا انت كده ايه انا في حته وانت في حته، انا مش داخل معاك البروجكت ده. قال لي بس قلت له لا. المهم ايه، وقت الكورونا قلت لهم تيجي نروح لبنان نقعد لنا 3 ايام نغير جو. فرحنا لبنان، قعدنا لنا اسبوعين بدل 3 ايام وكانت وقعدنا نفكر هناك بقى في البيزنس وكده. وقابلنا هناك الناس بتوع كافيه يونس. رجعنا بقى، سامي خد الفرانشايز من كافيه يونس وانا ما كنتش معاه برضه، وراح دبي مضى معاهم وانا رحت معاه كده بتفسح يعني. ده فرانشايز كافيه يونس هو مكان في لبنان بدأ من 1935، one of the pioneers يعني في القهوه في لبنان، وفتح في دبي باسم بلاك كوفي بقى كافيه يونس. احنا الاول بحكم ان احنا ما عندناش اكسبيرينس في الاف ام بي، فكنا عايزين زي سبورت. صح. فطلعنا وشفنا، وبالصدفه واحنا في لبنان ابراهيم قال لي تعالى، حتى ابراهيم اللي قال لي تعالى معايا مكان اسمه كافيه يونس. قلت له عايز اطلع انام. قال لي ده شكله حلو واخد ريتنجز حلوه وبتاع. قال لي لا تعالى معايا بس. عشان كده ما سبتوش خالص بعد كده. رحنا كافيه يونس، عجبني الاوفرنج، عجبني المكان، فقلت لهم صاحب المكان موجود. وعجبته القهوه قوي، اساسا بيكيف قهوه قوي يعني. انا بحب اتذوق القهوه الحلوه في المطلق. يعني المكان موجود جوه؟ لا قلت لهم موجود. قال لي قعدت مع امين يونس، راجل جميل كده، فتعرفنا على بعض. وقلت له هنعمل كذا كذا كذا، فقال لي انا انتوكس بزنس في مصر، بس هو لا في باشن عن القهوه، فحب ان هو يكسبلور معانا. ولقيت واحد برده في التيم عنده اسمه حاوي، من اكتر الناس اللي بحبها، معدي وشايل حاجه اسمها ايكاوا دي بيبي روستر كده، زي سامبل روستر، شايلها على ايدي وانا بشتغل عليها في القاهره، بتعلم عليها. فقلت له تعالى، فلاني بقى عارف البروفايل بتاع الروستنج والكلام ده كله، فحب الكلام يعني، حب لا ان في ناس فعلا حابه الموضوع، مش عايزه بيزنس وخلاص. بس وبعد كده عملنا كذا ميتنج في كذا اتفاق. لما جم مصر بقى
جينا احنا وي اكسبلور الماركت بشكل مختلف، احنا وي wanted تو كريت something different. بالظبط، ما هو ده فذاتس واي بقى وكان ساعتها ظهر معانا الكو فاوندر الثالث اللي هي سلمى شاهين. هي في الماركتنج هي قويه جدا في البراندنج والبارت ده بالذات. فلما شي جوينت صراحه هي نقلت البراند لشكل مختلف تماما، اللي هو ديلي دوز اللي احنا شايفينه النهارده. ما تشكرش فيها قوي كده. لا هي شاطره، هي متعبه ماشي. بس شاطره. عشان خاطرك ما جاتش، فالمفروض تبقى عشان معاكم على خاطر. فكره هي المره الجايه بقى، لا. المره الجايه ان شاء الله. بعد ما تبقوا 20 30 فرع كده. أيوة. في برضه 2 سايلنت بارتنرز معانا زي بيليفد في البروجكت من فروم داي 1 يعني. طيب سلمى واحمد سلمى واحمد فضل. فضل. سلمى واحمد. فضل. سلمى طيب محمود واحمد فضل. وانتوا خدتوا كافيه يونس على الجونه. احنا كنا هنفتح الاول في القاهره اصلا، وبعدين واحد صاحبنا هو شغال هناك في الجونه فقال لنا طب ما تيجوا الجونه. فكانت بالنسبه لنا فكره غريبه شويه، عاده بيحصل العكس يعني انك انت بتفتح هنا وبعدين تبتدي وتطلع بره تكبر. تشوف بقى اعمل ايه، بالظبط. انك تبتدي هناك. بس لقيناها فكره غريبه بس لذيذه. مم. ما انت برضو هتبتدي في الجونه بوزيشننج لذيذ. هناك اكيد البوبيليشن مش زي القاهره، بس هيديك حته كده لوحدك لذيذ. فبصراحه محمود ساعدنا شويه ولقينا هناك لوكيشن ظريفه، وجينا بقى نفتح هناك كافي يونس. كان هم الجونه فيها كونسبت انك انت ما ينفعش تفتح فرانشايز، يعني لازم تبقى حاجه هوم جرون عشان هم دي حاجه هم بيبروموتوا ليها يعني. حاجه تبقى انت يعني انت كرييت البراند بالظبط من عندهم. بالظبط مش أو الفرع عندهم بالظبط. يعني. فعملنا بقى ساعتها كان دور سلمى اكتر، عملنا ديلي دوز باي كافي يونس يعني. احنا اصلا كنا هنسميه في الاول اسم تاني، كان هنسميه اسم بس انا كنت معترض عليه. كان اسمه تماماً. 1935 عشان هم ابتدوا 35. واتخانقت مع ابراهيم طب خناقات اشمعنى قد كده. لا ده بعد ما ده كمان احنا عملنا البراندنج كله بجد بكل حاجه فيه. وبعدين سلمى وسامي قالوا ما صراحه انا في نغيره. يوم فكره عمري ما هنساها، كنت مسافر بره مصر ولقيت سلمى بتكلمني تقول لي في فكره عندي هتقتلني. قلت لها ايه؟ قالت لي احنا عايزين نغير الاسم. قلت لها يا ريت عشان خاطري نغير الاسم والله العظيم. فقالت لي يا نوت جانا كلمي. قلت لها لا عادي نتاخر مش مشكله. لا بس فترة، اتاخرنا. بس ان احنا طب اشمعنى التاريخ يعني ليه؟ لان ده التاريخ اللي بدا فيه كافي يونس في لبنان 1935. باي بقى كافيه يونس فكانت الموضوع كان هيبقى مرتبطة 1935 بس ببعض. ما كانش هيبقى باي كافي يونس ساعتها. بس وكان هيبقى فيه بقى ستوري بيهايند ذا نيم بقى بشكل فغيرتوا الاسم indirect. الديلي دوز. ديلي دوز باي Daily كافي Doses. يونس. فده من هنا جت ديلي دوز بقى بالبراندنج بتاع ديلي دوز، عملنا كاننا بنعمل براند جديد خالص From يعني. scratch. ديلي دوز الدوز بتاع القهوه وديلي والديلي في كل يوم. امال كرياتيفيتي في الاسم يا باشا. لا لذيذه. طب ما تفوتوش بقى من الجول. سلمى هي اللي طلعت الاسم بصراحه. اي نعم هو انا دلوقتي طلعنا اصل اكتشفنا ان في العالم يعني في ديلي دوزز كتير. في كذا اصلا لسه كنت جاي لكم في الكلام يعني ان في هنا في مصر اعتقد 2 مثلا تاني. بس بس احنا انتوا واخدين اكشن يعني. المميزين الوحيدين يعني. الحمد بالك لله. طب الاختلاف. يعني ما كنتوش خايفين من الجونه؟ يعني كنا انتوا خايفين. تفتحوا اول ستارت اب ليكوا واول فرع ليكوا في الجونه، زي ما انت بتقول هو بوزيشننج حلو جدا للبراند وانت حاطط نفسك في حته معينه مجرد ما فتحت يعني، بس مش قلقان من اصل انت كوفي برضه، فهل الجونه بس، تقدر تسرفايف البيزنس؟ بص كنا خايفين بس كنا متحمسين قوي لفكره الجونه بصراحه. حتى احنا كان معانا، احنا خدنا من كافي يونس كان احمد فجي كان ماسك معاهم هناك حاجات في الاوبريشنز، جه معانا اوبريشنز مانجر من ساعه ما ابتدينا، وكنا احنا الثلاثه كل يوم صبح وليل هناك. بس فعلا كنا قلقانين لان فاهم طب احنا وبعدين احنا كنا في حته في الجونه في المدينه بس في حته لوحدها شويه، انا عارفها. فما كناش عارفين الناس هتعرفنا مش هتعرفنا، فاهم انت بتفتح بس كان في سنه حماسه كده انك انت بتعمل حاجه مختلفه وجديده. وحتى سامي كان مهتم قوي، كان ساعات يعني طبعا احنا فكرنا عكس بعض خالص يعني، هو بيروح حته انا بروح حته تانية فهو كان مصمم يهتم بحته الانتيريور والديزاينز بتاع المكان عشان ده هيفرق قوي في القعده مع الناس. واحنا ميزه برضه في الجونه عشان عندنا اندورز فالناس تيجي تشتغل من عندنا، فهو كان سامي مركز في الحته دي قوي ان هو عايز يطلع المكان يونيك. حتى هنا لما فتحنا في القاهره هو حتى لو عن الكوفي هاوس يعني حتى لو هتدفع فيها فلوس زياده شويه بس هو عايز يطلع حاجه حلوه، وفعلا فرقت بصراحه. بقعد اتخانق معاه بس يعني في الاخر بقول له يعني انا فاكر ساعات برضه بيبقى كان عنده في حق. خناقه تانية ابراهيم برضه ككوست افيشنت اعلى مني كتير. ففي تقول لي لسه مجربكم امبارح. كمل دي حاجة بسيطة كده. اتفضل كمل يا باشا اتفضل. لا فانا فاكر كان في برضو الاسبريسو ماشين كنا عايزين نعمل لها كاستمايزيشن. فانا فاكر كويس قوي ان احنا عندنا لون منت جرين كده مختلف عن اي حاجه موجوده، فانا كنت عايز اعمل كاستمايزيشن للمكنه. فبعت لابراهيم قال لي لا
احنا مش هنصرف فلوس دي دلوقتي. قلت له اوكي. الصراحه يعني أنا نادرا لما اعمل الحركه دي، بس انا خدت القرار من وراه، اللي هو رحت أنا اتفقت أعمل- مع السبلاير نادراً. دي بقى. لا بس ساعتها حتى الكوفي سبلاير اللي بيعمل الموضوع ده محمود قال لي انت متاكد اللون ده يا ابني ما اتباعش غير مره او اتنين في العالم وغريب ومش بيطلب والكلام ده كله؟ قلت له متاكد. قال لي انت اللي هتاخد الريسك. قلت له انا موافق. انا بعت له الرال كود، قلت له انا عايزها بالدرجه دي. اول ما جت لقيته مكلمني بيقول لي تعالى اتفرج على العروسه. قلت له عروسه ايه؟ المكنه وصلت وخطيره ما شاء الله، مفيش حد بيخش الا لما يبقى ياخدها. قلت له لا دي بتاعتي. في اي حد بتاع خطير. قصدي كوفي يعني تاني مم. داخل بيشتري من عنده عايز في البتاع اللون أو عايز الشكل، اللون ده. قلت عايز له لا المكنة دي خليها دي ديلي دوز يعني. فرحنا وبرده في الجونه في بارت مهم جدا. ايه هو؟ ان احنا ذاكرنا الماركت هناك. يعني احنا ما رحناش اللي هو مجرد تعالى نروح الجونه وخلاص، لا احنا ذاكرنا كومبيتيشن في الجونه، شفنا الناس بتعاني من ايه في الجونه. انا نفسي شخصيا وانا بروح الجونه بقالي سنين بسافر بالكوفي كات بتاعتي، بالبيبر فلتر، بالكاتل، بالقهوه، لان مم. للاسف لفتره طويله قوي الجونه ما كانش فيها كوفي حلوه بكل بس صراحه. كوفي حد يقدم بالظبط. قهوه بروفيشنال. بلس ما فيش مكان اندورز مريح مكيف آه. الناس تروح تقعد فيه فتره طويله تشتغل تذاكر الكلام ده كله. آه. فاحنا وديد الاكسرسايز ان احنا مش هنروح الجونه وخلاص، لا كان في هتذاكر مذاكره وكده. طويله ورا القرار يعني. اللوكيشن اللي هناك بالظبط. انا في حاجه كمان عايز اقولها على الجونه، عشان في ناس تفتكر الله دول فاتحين في الجونه والجونه دلع ومش عارف ايه. في هناك كميه تشالنجز عشان ريموت اريا مش زي القاهره. طبعا. يعني هايرنج الناس هناك اصعب بكتير، لانك بتوفر لازم سكن وترانسبورتيشن من والى السكن والكلام ده كله. لوجيستكس البضاعه اصعب من هنا بكتير قوي. جنبك يعني جنبك الغردقه وكل حاجه، بس ستيل انت لما هنا بيبقى عندك فروع اكتر بتبقى عايز تسنترلايز الدنيا، فبتبعت من هنا على هناك. اي مشاكل بقى في الانفراستراكشر فمش عارف ايه. فاللوجيستكس هناك مش اللي هو الله ده احنا فاتحين حاجه في الجونه وقاعدين بقى متدلعين. يعني عايز اقول لك ممكن تكون مشاكل الاوبريشن اكتر من القاهره كمان بكتير. مش ممكن هي اكتر. هي ما انا عشان كده difference يعني. بسألك هو فبيبقى في الجونة- شق كده آه. محدش واخد لسه باله منه صعب. غير الناس يعني غير اللي معكوك في الشغل نفسه شغل يعني. فاهم، فالناس تبقى شايفه من بره الدلع والستوريز اللي بتنزل وكده، بس جوه بقى احنا فاهم. انا فاكر برضو في يوم كنا في رمضان رحت الجونه، كان مشكله في السايت ومشكله مع اوراسكوم. سافرت كان عندي ميتنج في القاهره تاني يوم، سافرت بالعربيه خلصت الموضوع رجعت. نمت صحيت رجعت قبل الفطار على القاهره. فكان في برضو تشالنج صحي كمان ان انت مش مقيم هناك وفي نفس الوقت تبني حاجه هناك، ده كان تشالنج كبير. بس حلو ان انتوا يعني ديديكيتد او بتحبوا الموضوع. انتوا كلكم قاعدين في الجونه في جنب البروجكت بتاعكم بتحاولوا تعملوا ذاتس واي احنا ديفرنت عشان لازم- احنا بنعمل لازم- حاجه لازم. بحب حب احنا يعني لازم. حابين تنجحوا فكلكم واقفين ورا المكان يعني لو كاوبريشن. مش قلبنا في الحاجه هنبقى زي اي كوفي هاوس تاني موجود. انتوا فتحتوا هناك امتى؟ سبتمبر 2022 من سنتين بالظبط. 2022 اللي هو بدايه ترند الكوفي في مصر، اللي هو اللي كانش بيحب القهوه بقى بيحبها عشان يركب الترند او يبقى ان او يعني زي ما بيقولوا يعني دلوقتي. فاعتقد دلوقتي مثلا في 20 30 كونسبت في براند على انا قصدي اون جراوند يعني بعيدا عن مين كويس او مين مش كويس، في 20 30 واحد في وهيكتر. ما هو اكتر وكل واحد عايز يعمل حاجه مع ناس صح. صحابه بيكريتوا كونسبت ويعملها وكده. بس وبرضه قليل في اللي ناس بيكمل. شاطره قوي وفي ناس بتحاول يعني قصدي خد بالك الاندستري برضه صعبه الاف ام بي يعني عامه وفيها تشالنجز كتيره، فهو كتر خير اي حد بيحاول يعمل حاجه بغض النظر عن ديلي دوز يعني. بصراحه في الزمن اللي احنا فيه ده يعني كل الاندستري دي الكام شهر او السنتين اللي فاتوا دش انت فاهم يعني الدنيا. فالناس فعلا لانك انت بتيجي في وقت معلش بتقول طب هو انا عليا من ده بايه؟ يعني انت دلوقتي معلش بنتكلم بصراحه انا لو حطيت فلوسي في البنك ممكن تجيب لي اكتر من الدعك اللي انا فيه ده ايه كله. اللي يخليني اروح اخد ريسك واعمل مشروع فاهم قصدي ايه؟ ما ينجحش. فبرضه الناس بتتعب. فحتى ايا كان يعني انت ساعات انا بروح كوفي هاوسز قد كده صغنطوطه وبجد بنبسط من وتلاقي صاحبها موجود وبيحاول يطلع حاجه حلوه فاهم قصدي ايه؟ ايوه طبعا. وهي الكوفي هاوسز ليه ترندي برضه لان الناس ما بقتش قادره كل يوم تروح تقعد في مكان تتغدى وتتعشى فيه تصرف 800 او 1000 جنيه. ايوه فهي الكوفي هاوسز هي المعادله ان انا ممكن اروح اقعد ساعتين ثلاثه في مكان او اقعد مع اصحابي حتى نتكلم بس اشرب قهوه وخلاص فاهم قصدي ايه. فعشان كده بالتالي حتى يعني في اكتر من منطقه مش مصر بس هي ترندي في العالم كله يعني لان هي عملت معادله ظريفه. في العالم بقالهم سنتين فعلا. بس انا قصدي انتوا في الجونه كنتوا منفردين انتوا لوحدكم مفيش حد يمكن لا بس انتوا اللي كنتوا اعتقد كنتوا اقوى الحمد لله وما زلنا واكتر ناس سمعت حتى يعني كنتوا اجدد ناس بس كنتوا اقوى ناس.
مظبوط 100%. بغض النظر عن بقية عشان الرسائل التانية. اجين هي معادله فيها برودكتس حلوه، فيها اوفرنج مختلف، فيها ان احنا برضو وي تيك برايد في القهوه بتاعتنا، ان احنا وي هاف اور اون روستر. يعني قعدنا فتره في الجونه بنحمص القهوه. ايه المميز عندكم مثلا؟ احنا خليكم عندنا محمد مصر. سامي يا باشا. يا باشا طبعا. لا والله لا. ابدا، ابراهيم صفر انا ملك لا الاوبريشن. بجد ده بعيدا عن التيم فيعني أيوة. لا هو في خطيرة ناس كتير قوي شغاله في الباك جراوند صح. غير انا وابراهيم، دول يعني من غيرهم احنا ولا حاجه، سواء في الاوفيس او في سواء في الفروع. الاوفيس او في الفروع بالظبط. واحنا دايما بنقول سوري، الشباب اللي في الفروع اهم مننا، دول البياعين. ده الفيس بتاع ديلي بالظبط. دوز قدام الناس مش انا. لا انا متاكد بصراحه من ان انتوا السبيريت والحاجات دي بتدوها للتيم. يعني انا شفت التيم بتتعاملوا معاه ازاي، ناس لذيذه وكلها يعني. محترم. بس انا قصدي يعني احنا خلاص، طب انتوا لما قررتوا تنزلوا من الجون على القاهره عارفين ان في كومبيتيشن فظيع وفي احنا ناس، خدنا احلى ويلكم تيكت لكايرو كانت جميله. يعني فكرتوا في ايه مختلف وانت نازل وسط بقى في ناس اوريدي بقى لها سنتين وثلاثه واربعه؟ فكرت في نفسي قبل ما افكر في غيري. فكرت انا كديلي دوز نقعد كده نقرر احنا مين في الماركت، احنا عايزين نقدم ايه، بالظبط. احنا مختلفين ليه. هتلاقي دايما انا بحس في البراندنج بتاع ديلي دوز وي ار ديفرنت في حاجات كتيره جدا. كدايناميك احنا براند دايناميك، في الوان مختلفه كتيره، في انتيريور ديزاين مختلفه، وفعلا وي انفست سو ماتش تايم وفلوس في الديزاين. عندنا معانا اركتكتشر استوديو برضو خطير. بيعمل شغل حلو قوي، اللي هم زي الديزاينز دول الصراحه. يعني بيحطوا برضو قلبهم في الحاجه، فالمكان مختلف ليه؟ عشان كل الستيك هولدرز اللي في البروجكت قلبهم على الحاجه، فعلا بيعملوا الحاجه بحب. ده بيبان. يعني انت في مكان تخش هتلاقيه في مود كده مريح. ليه؟ لان احنا بنتعب فيه الصراحه. تاني حاجه تحسه في الجونه داخل، بس انت رجعت يعني جبت الجونه في القاهره بالظبط. ده الناس على فكره ده اكتر حاجه بسطتنا في الاول خالص، ان الناس بتيجي فعلا تخش تقول انا حاسس ان انا دخلت الجونه، فدي بحد ذاتها اساسا الحاجات يعني بتبقى فعلا حاجه بنحس ان احنا مبسوطين ان احنا قدرنا نوصل الاحساس ده، لان الجونه الفايبس فيها حلوه، يعني مدينه احنا كلنا بنحبها، فالناس تخش عندنا تحس الاحساس ده. فده في حد ذاته كان مايلستون كبيره بالنسبه لنا. يعني الويلكم تيكت في كايرو ان طبعا النصيحه يعني تشيك السبلايرز اللي بتتعامل معاها بكل الاشكال، لان في سبلايرز طول ما انت بعيد عنها انت ما بتاذيش البارتنرز بتوعهم. سبلايرز ايا كان بتوع بقيه البرودكت، صح؟ سبلاير لبرودكت معين، مين برودكت عندنا، فانت طول ما انت بعيد عنه هو هيديك اللي انت بتاخده دايما. احنا في كايرو اتفاجئنا بحاجه مختلفه، وكانت مختلفه، برودكتس مختلفه جات لنا وكانت فيها مشاكل كتيره. احنا اول 3 ايام سوفت اوبننج على فكره انا وابراهيم في الفرع بتاع كايرو اللي هو ميفيدا، في ميفيدا في القاهره كان في ميفيدا. فاكر كويس قوي الفويس مسج اللي بتجيلي كل يوم، الحق القهوه فيها مشكله، الحق كذا الحق كذا الحق كذا. ابراهيم انا كنت من بره مصر برضه، كان مسافر الباشا تاخد اجازه قبل الاوبننج عشان بعد الاوبننج مش هتعرف تاخد اجازه. لا سوفت اوبننج، لا كان سوفت مش يعني اللي هو كده بتفتح. كسرت الاجازه ده بقى عشان انا وي تيك برايد في الحاجه اللي بنعملها. كسرت الاجازه ورجعت تاني يوم على القاهره الحمد لله حلينا المشكله. بس طبعا ده كان ويلكم تيكت كبير قوي لكايرو، ان انت تعالى بقى قابل، ولو ما لحقتهاش انت فعلا 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 كنت هتبدا بسمعه وحشه. انتوا بتجيبوا القهوه منين اصلا؟ يعني او القهوه عادي سبلايرز هنا ولا في حد؟ احنا بنستوردها وبنحمصها عندنا. احنا بنجيب الجرين بينز عن طريق المستوردين يعني هنا، بنتعامل مع كذا سبلاير يعني، وبعد كده بناخدها بنعمل لها روستنج بقى. بتعملوها ده اللي بيختلف بقى. تقول لي مثلا ان انا بدوق القهوه هنا عن هنا، ممكن اديك نفس البينز هي وده يقدمها بالطعم وده يقدمها بطعم تحميصه مختلفه، كانك بتطبخ القهوه بتحطها على نار وعلى كل جريد من الكالر بتاعها او على حسب الكراك بتاعها وقعدت قد ايه في الديفلوبمنت تايم، ليها علم كبير جدا. فاحنا بقى برضو من المميز عندنا ان احنا وي روست اور اون كوفي ان هاوس. كل البينز بتعملوها جوه المكان. في الجونه كان جوه المكان، بس دلوقتي واحنا بنكبر طبعا عملنا سنترال كيتشن، يعني عملنا سنترال روستنج فاسيلتي. سنترال روستنج فاسيلتي. بس انتوا مش قهوه بس، انتوا في اكل كمان. طبعا هو اللي اتكلم. احنا عندنا مطابخ في التو لوكيشنز، في مطابخ وفي ان شاء الله التو لوكيشنز جايين برضو فيهم مطابخ، بس في انتروديوس برضو لوكيشنز تانية من غير مطابخ. فبنعمل دلوقتي سنترال كيتشن عشان يودي على كله بقى. يعني هيطلع على كله، لان غير كده الكونسيستنسي بتاعت الاكل هتبقى صعبه قوي يعني. فبنعمل سنترال كيتشن وبنعمل سنترال روستنج فاسيلتي برضو. احنا في الاوبننج في حته في الاوبننج بتاع ميفيدا ربنا كرمنا قوي، لان احنا لما فتحنا عشان بمناسبه السوفت اوبننج وكده احنا قلنا هنفتح شهر على الهادي،
مش موجود في السوق. ما انا فاكر مش هنانونس حاجه، مش هنقول حاجه، وبعدين بقى لحد ما الاوبريشن يشتغل ويفهموا بعض. انت عارف اي مكان جديد محتاج بالظبط. شويه شوية. تيوننج كده. بس فسبحان الله بس من بسيط. ساعه ما فتحنا ما تفهمش ايه اللي حتى فجي كان بيقعد يقول لي هو ده سوفت اوبننج ده، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ يا عم انا مالي، لا ما لا، ما شاء نزلناش الله، حاجه على كان السوشيال ميديا، ما opening قلناش. قوي جدا. فهي غالبا الميفيدا برضو عشان انا اصلا كمان كنت متخوف من اللوكيشن، وكنت بقعد اتخانق مع سامي. كان عندي دايما تخوف ان احنا نفتح في حته جيتد كوميونتي، يعني احنا فتحنا في الجونه ماشي، قلت له خلاص بقى تعالى بقى ننزل الشارع كفايه. انت نفس بت... الطريقة. نفس حقيقي. الناس اللي هنا هي اللي هنا، فانتوا لعبتوها صح يعني. فهي الحمد انا يعني انا قلت، انا في وقت قلت سامي لا خلاص بص الغي بقى اللوكيشن، تعالى نشوف حاجه تانية. بس هو كان مصمم بصراحه وقال لي لا ومالكش دعوه وهنتراهن وبتاع. لا، فمن الحمد لله فتحنا، ربنا كرمنا بصراحه. الحمد لله. والناس بقى في ميفيدا قالت لبعض والكوميونتي ومش عارف جروبس ايه بقى الأماكن والكلام ده هناك. كله. من احلى الاماكن هناك صراحه. فالحمد في لله كانت الشكل حاجة. وفي اللوكيشن. ربنا يخليك. اللوكيشن جامد جدا كمان يعني. فده كان خناقه كبيره ده، خد بالك اه قوي. ايه البيزنس مثلا، الحاجات اللي انت بتبص لها في البيزنس بتاعك في الحته بتاعت اللوكيشن تحديدا؟ بص هنبص على كذا حاجه. اول حاجه دلوقتي بقت مهمه قوي، ممكن الناس ما كانتش زمان، يعني الاندستري اختلفت شويه، التننتس ميكس شويه. يعني انت مين فاتح حواليك بالظبط، مين ما- جيرانك؟ بالظبط، مين جيرانك؟ لان جيرانك دول هل هم لو جيرانك دول ناس شغاله وبتاع، حتى لو كومبيتيشن وحتى لو كوفي هاوس، هو الناس هتيجي اوتوماتيك. انا عايز اقول لك مفيدة دلوقتي الشارع اللي احنا فيه ده بقى هيبقى فيه 7 كوفي هاوسز، سبعه في الشارع ده بس حرب. يعني. بس احنا مقتنعين ان أوي. لو الاسامي دي حلوه واحنا عارفين الحمد لله نقدم كواليتي حلوه، الحاجات دي بتشغل بعض. وبرده الكلاينتيل بيبقى هو يعني برده انت ما ينفعش تروح تفتح في حته الكلاينت بتاعك مش هو اللي انت عايزه، وده بيفرق في التنت ميكس برده او جيرانك زي ما انت بتقول. فدي حلوه. وبعد كده بقى بيجي بقى الفوت فولك، تقريبا كام واحد هيجي المكان ده، اللوكيشن قد ايه، في اي منطقه. يعني مثلا فاتحين في ميفيدا، طب انا عايز افتح في التجمع برضه بس عايز ابعد عن ميفيدا شويه عشان اروح الناحيه التجمع دلوقتي بقت بلد جامعه كبيره جدا. بالظبط. طب ما انا عايز فرع يعني. ميفيدا اخر حته في التجمع انت فاهم. طبعا. طب ما انا عايز اول في التجمع أبعد لسه. يا بعد لسه. الابعد جاي لسه. جاي قريب. ففي شويه بوينتس كده بتفرق. وفي لوكيشن سبحان الله تخش لها حتى لو بتاع ما تستريحش نفسيا كده، تقول لا انا ما يعني. عايز اقول لك اللوكيشن بتاعت الجونه دي انت لو كنت رحت شفتها كده كنت تقول مستحيل المكان ده يطلع منه حاجه ما والله. شاء الله كان صعب لان كان برضو مكان مهجور بقاله سنين، كان مطعم اكل اساسا وقفل وقعد مهجور فتره طويله جدا. وما كانش فيه اوت دورز، بعد كده خدنا الاوت دور، يعني فاهم قصدي ايه. قصه بقى. فكان في قصص. ففي حاجات كده انت بتؤمن بمكان معين وبتقول طب لا انا هنشوف ازاي نقدر نشغله. طب وايه رايكم في الكوفي هاوسز الموجوده دلوقتي؟ اي ثينك في مكانين مثلا انا لما احب اروح اشرب قهوه انا هروح المكانين دول لو مش دي ريدوس. وكواليتي حلوه وكونسيستنسي عندهم كويسه. انا في برضو تشالنجز كبيره جدا في القهوه بالذات، ان في فتره بالظبط ما كانش في استيراد. فكان ايفن اللي بيستورد قلنا احنا مثلا بنجيب ستوك يكفينا شهور ليه؟ عشان خايفين يحصل مشكله في الاستيراد. عايز تحافظ على تحافظ على اتليست والquality بالظبط. بتاعك. واز سبيشاليتي كوفي هاوس برضو الناس مش المفروض تتوقع ان انا هتيجي تشرب عندي نفس القهوه كل سنه او كل حتى شهر، لان السبيشاليتي كوفي هاوس كل في هارفست ديت للبن، في بلاد بتطلع في اوقات معينه وبلاد تانية بتطلع في اوقات معينه. فانا حتى لو جايب ستوك كبير فانا ايفن حتى النبته نفسها هي نبات في الاول وفي الاخر، فالنبته من نفس المزرعه ممكن سنه عن سنه تفرق. فطبيعي ما اقدرش اقول المكان ده بيقدم قهوه كونسيستنت ولا لا، بس اقدر اقول كواليتي الكوفي حلوه ولا لا. في ناس عندها كواليتي كويسه، في ناس تانية انا ما بقتنعش ان هم سبيشاليتي كوفي هاوس، هم مور في كوميرشال كوفي هاوس كوميرشال اكتر. بس زي براند نفسهم ان هم سبيشاليتي. هل الاوبريشنز بتاعت الكوفي هاوسز تختلف عن الاوبريشنز بتاعت اي مطعم تاني؟ الكوفي بيبقى مثلا في السنتر روستنج فاسيلتي في حاجه اسمها بروفايلر. البروفايلر ده انت مثلا بتجيب القهوه بتبدا تعمل عليها سامبل، كذا سامبل روستنج، يعني تقعد تشوف اول باتش عامل ازاي، تاني باتش عامل ازاي، تالت باتش، لغايه لما بتكرر بروفايل معين. دن بتستخدم سوفت وير اللي هو بروفايلر ده وبتحط القهوه عشان تتابع كل مره ان هو يبقى كل مره طالع على نفس او يعني 95% قريب من درجه الحراره، لان في الاول وفي الاخر دي درجات حراره وفي يعني كذا حاجه في الفورمولا نفسها. بس الكوفي هاوس ديبندز، مثلا في كوفي هاوسز كتيره ما عندهاش بارت السيرفيس، بيبقى سيلف سيرفيس بس. فاحنا في ديلي دوز عندنا الاثنين، ممكن تروح تطلب من على الكاونتر، ممكن
الويتر هو أغلب الكوفي هاوسز اغلب الكوفي هاوسز كده. ان انت الأمريكان يعني، مش هيلب يور سيلف، او ان انت تروح مفيش تطلب ويترز. مفيش وتاخد- ويترز مفيش بالظبط. ويتر. احنا عندنا الاثنين، فده بيبقى تشالنج برضه، إن عندنا بارت هوسبيتاليتي. بتقدموا اكل صح؟ صح. فانت ممكن تخش تطلب تيك اواي، وممكن تخش تقعد على الترابيزه وتلاقي الويتر جاي لك وكده. يعني انت كايند اوف ميكس ما بين المطعم والقهوه. احنا بيسموها casual dining. او بالظبط. او برانش، آه. يعني بريكفاست برانش بليس اكتر. بريكفاست برانش، يعني هو كاجوال دايننج اعتقد بيروح لأكل، بس قصدي ما عندكش فول منيو صح ولا بتبقى عندنا منيو منيو اكل لا، ما عندناش main ديشز. يس. من ديشز لا. لا لا بس عندنا بيجلز، عندنا سالادز، عندنا فطار، توست كده سندوتشات. لذيذ، ساندوتشز. بس انا عارف برضو ان انتوا عندكم حاجات تانية غير القهوه. في حاجه اسمها فينو، ده خلاص هيفتح خلال كمان يعني اسبوعين 3 ان شاء الله. فين هنفتح في الشيخ زايد. هو ستايل شويه سندوتشات اللي كنا بناكلها في البيت زمان، جبن وكولد كاتس وبيض مش عارف ايه، وبالليل العشاء زي بتاع زمان برضو، فراخ بانيه كفته حاجات كده. واحنا بنخبز العيش بتاعنا يعني الفينو، اللي عشان كده السلوجن الفينو اللي عارفينه يعني. احنا بنحاول بنعمل الفينو بتاع زمان، السلوجان اسمه الفينو اللي عارفينه. الفينو بتاع زمان هيبقى موجود في المكان. وبقى يعني حته الفينو دي معانا واحد اسمه فاروق برضو كونسلتنت معانا فيها، مطلعين عينه يعني بقى لنا فيها لوحدها عشان نطلع اللقمه مش اقل من 6 شهور يعني. شوف انا فاكر الموضوع ده من سنه اكتر والله. عايز اقول لك البراندنج خلصان من 3 سنين قبل ما نفتح المنيو شفته من سنه تقريبا، بس خلاص طالع على النور اهو ان شاء الله، ويا رب يبقى حلو. لا ربنا ان شاء الله يوفقك فيه. وفي حاجه تانية بقى سامي يحكي عليها اكتر، اللي هي سويل. في كونسبت تاني مش اف ام بي، اسمه كوميرشال ريل استيت، يعني كووركينج سبيس. بنعمل كونسبت مختلف. دي حاجه مختلفه تماما. ان احنا نفتح كووركينج سبيس في جراوند فلور في ديفرنت اوفرنج مختلفه، كمالتي بيربس اريا للايفنتس والتوكس والبودكاست اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله بقى عندك بالظبط كده. وفيها سيرفيس اوفيسز، يعني شركات ممكن تيجي مالتي ناشونال تاجر لونج تيرم ليسز. وفيها بارت كووركينج اريا باكجز بقى بير داي بير ويك بير مانث بير يير. ان شاء الله. ده حلو، ده في دايفرستي في الانشطه اللطيفه. بص ما بيهزرش. لا ان شاء الله. لا ان شاء الله كسروا الدنيا كده. بنحب نطبل لبعض قوي. انا مش مشكله، اهم حاجه العلاقه دي تفضل موجوده لحد ما نخلص التصوير، وبعد كده ورجعوا اللي انتوا عايزينه يعني الساعه دي تخلص ما نتخانقش هنا. طيب يعني انا برضو مش عايز يعني احنا قربنا نخلص خلاص، بس انا عايز كل واحد فيكم يقول لي هو ايه اكتر صنف في المنيو مثلا بتحبه في ديلي دوز، ويعني اللي هو انت كل ما بتروح بتطلبه سواء درينك او درينك وبليت. انا سبانيش لاتيه يعني الشباب عارفه، بخش الاسبانيش اقول له وايه تاني؟ طب وبحب اكل بيجل تركن تشيز بس موتزاريلا مش شيدر تشيز. انت بقى عشان صاحب المكان فبيدلعوني. ده بحب اكله كتير قوي. طب وانت بقى؟ انا لونج بلاك امريكان كوفي عاديه جدا. انت راجل كيف قهوه سكر من غير لبن من غير اي حاجه. وسالمون بيجل. سالمون بيجل. انا ده خطير ده. والباور بريكفاست كمان اللي هو سالمون مع بيض. انا قعدت سنه كامله باكل كل يوم. انا معاك في الحته. بس احنا اكتر حاجه بتتباع اسمه او جي بريكفاست. ايه البستلر؟ هو الاو جي ده بيض. بيض معاه سجق معاه بطاطس بعيش بخضار، خطير لذيذ قوي. انا فاكر ان انا مشروم خضار. انا فاكر ان انا جربت تقريبا. انتوا كام فرع دلوقتي؟ 2. وكنا فاتحين في الساحل 3 فروع، خلاص الساحل بيخلص. الساحل يعني. وان شاء الله يعني خلال شهرين هنبقى 4 فروع ان شاء الله. والاكسبانشن بقى بتخططوا تخرجوا بره مصر ولسه شويه نظبط الاداء الاول. البلان بنحاول امبارل ماشيين في كل حاجه، بس احنا مش هنخرج غير احنا كل المانيوال بتاعتنا اتليست كوبريشن وايز، لان برضو تشالنجز ماركت مصر صعبه رخمه. لو انت مش دي اوبريشنز موجود ومتابع لا هتتعطل كتير. هتتعطل حتى، بس يعني مش اعتقد ان الفايبت او القطعه فادتكم شويه ان هو الناس بقت تركز على فادتنا كلنا، فادت كل الكوفي هاوس تحديدا كمان. في one of the competitor يعني kicked out from the market يعني تقريبا بشكل كلي يعني. وفي برضو جاب بسبب المقاطعه في الكوميرشال كوفي ان جنرال، وفي ناس بدات تظهر في الماركت بشكل كبير وواخده اكسبانشن بلان كبيره جدا في الماركت، وده وقتهم برضو لان في جاب موجوده في الماركت. لازم ننصح بقى كل الناس ان هي تركز على
انها تعمل محل قهوه. تعمل محل قهوه النهارده عشان بس اهم حاجه يعني الناس تذاكر الموضوع، تذاكر ما الموضوع. تبقاش اللي هو انا عايز اعمل حاجه عشان الناس تانية بتعملها، ايا كان ايه هي الحاجه، كوفي هاوس او غيره، لان لازم تتعب ليها عشان تلاقي حاجه كويسه. لا مش بسهوله برضو، يعني الماركت صعب، تشالنجز فيه بيحصل دلوقتي رخمة. بصراحه الفالويشن والانفليشن بالظبط. والتعويم واللي بيحصل صعب جدا، مخلين الناس البيزنس مش مستقر في البلد يعني. دي حقيقه. anyway يعني احنا مبسوطين جدا ان انتوا شرفتونا، احنا اللي احنا مبسوطين أكتر والله. وان شاء الله ان شاء الله نقعد معاكم تاني شاء بس المره الجايه بقى نعمله في سويل ان شاء الله. بودكاست، وشرفتونا وشرفتوا وي توكس يا جماعه. حبيبي. خلاص شكرا، ربنا احنا جدا. اللي اتشرفنا وسعدنا بهذا اللقاء. اه يا فندم شرفتونا.